الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي. أول آية قرآنية وأول جملة عربية التي فهمتها دون ترجمة دماغية. قرآن 私にとって信仰の泉だと思っています。コラーンに立ち返ることで私の信仰がよみがえらせられるといったような意味合いを持っています。بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة لماذا زرنا اليابان؟ ولماذا الآن نحن نصور فيها؟ لأن الشعب الياباني يعاني من حيرة نفسية كبيرة مع أنه شعب منضبط.私は前野直樹と申します。ムスリム名はアハマドです。息子が生まれてからアブ・ハキームと名乗っております。فطرته السليمة استيقظت فبحث عن الحقيقة فكر وطرح الأسئلة على نفسه من أنا؟ ولماذا وجدت على ظهر الأرض؟ الياباني أحمد ماينو أثناء ابتعاثه لدولة أجنبية قابل أسرة مسلمة فتحت بأخلاقها نافذة الأمل في حياته. ما كنت أعيش فيه هو في ظلام قلبا وروحا. كنت أبحث عن الحقيقة وأدور على من مكان إلى مكان آخر وإلى عقيدة إلى عقيدة أخرى. شيخ أحمد، ما هي الديانة التي كنت تعتنقها أنت ووالديك قبل الإسلام؟ كنت أعتقد باعتقاد البوذي وكذلك والداي، وأرجو رجاء منكم أن تدعوا لهما بالهداية. يا إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم. وقررت أن أكون راهبا بوذيا عندما كنت 14 من العمر، ولكن هذا القرار قد أدهش والدي دهشا كبيرا وترجاني رجاء على الأقل تخرج في الإعدادية وما إلى ذلك. السبب الذي توقفت عنده هو ولم أصبح راهبا بوذيا أني لن أستطيع أن أعيش طول عمري بوحدي، أحتاج إلى شريكة حياتي. ورهبان البوذا كما تعلمون ينقطعون عن الدنيا ويعتزلون النساء، لذلك ترك ماينو الرهبانية البوذية وبدأ يبحث عن مختلف الديانات. حتى أكون عادلا في بحثي اطلعت على كتابين أو 3 من الكتب حول الإسلام، ولكن كان مكتوبا بأيدي المستشرقين، وكنت أعتقد أن الإسلام دينا إرهابيا ويعتقده المجنونون وما إلى ذلك. فرغم أني كنت أبحث عن الحقيقة كان الإسلام أبعد شيء. نعم. عندما كنت 17 إلى 18 من العمر ذهبت إلى أستراليا كطالب تبادل، وأثناء مكوثي هناك تعرفت على أخت مصرية كزميلة في صفي. نعم، وهي عبارة عن أول إنسان يؤمن بالإسلام الذي تعرفت عليها في حياتي.
من أول من دعاك إلى الإسلام بشكل مباشر؟ كان الأخ لهذه الأخت المصرية، وهو كان مهتما كثيرا في موضوع الإعجاز العلمي. نعم. وأراد أن يقنعني بها، ولكن الذي كنت أبحث عنه هو الذي يعني يشبعني روحيا. نعم. وتعلمون أن أهل اليابان يعني أهل القراء. نعم. يقرؤون يعني أينما يكونون. نعم. فلمثل هؤلاء الناس محاولة إقناع نعم. فاشلة. نعم. نعم. أما أسلوب والده جزاه الله خيرا قدم إلي مصحف يعني القرآن الكريم المترجم معاني. نعم. إلى اللغة الإنجليزية. نعم. قدم لي وقال لي اقرأ هذا الكتاب بنفسك. الله. يعني اقرأ هذا الكتاب وفكر بنفسك. الله. وهذا الأسلوب أشعرني باحترامه تجاه شاب صغير، كنت 18 من العمر مجرد. نعم. ولكن يعني هذا الذي أثرني. هذا الذي نقوله شيخ أحمد، الأسلوب في الدعوة. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول، وهذا الكلام موجه لنا وأنت داعي الآن شيخ أحمد وكل الدعاة، الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. وفي أثناء دراسته في أستراليا تعرف على شخصية مسلمة معروفة غيرت حياته، وهو الأمريكي مالكوم إكس. عام 1993 كان يعرض على الناس فيلمه، الفيلم حول حياته. فوجدت التيشيرت عليه صورة وجهه، فرأيته شيكا فاتخذته دون معرفة ماذا فعل وكيف كان شخصيته. بعد عودتي إلى اليابان يعني استعرت الفيديو، نعم، ورأيت هذا الفيلم، وما شاء الله تأثرت بها كثيرا. أريد أن أعرف أكثر عن الفيلم وتأثيره عليك شيخ أحمد. كان مالكوم إكس عندما كان في السجن قال له أخوه الكبير كمسلم، كأخيك المسلم: If you take a step toward Allah, he'll take 2 steps towards you. كانت هي اللحظة التي تأثرت بها يعني في سويداء قلبي. إن هذه الكلمة أصلها كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، أصلها حديث قدسي: وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. لأني كنت في تلك الحال بالضبط، لأني كنت أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل من كل قلبي. عم الظلام فؤاديا، بات الليالي قاسيا، ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن. معنت في آياته فأنست في صفحاته، ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. ثم عندما رأيت مشهد الحج، عندما حج مالكوم إكس، وهو الدهش نفسه أدهش في واقعة أنه قد جلس في رجل بيض الذي كان يكرهه كرها شديدا، وتعرف على حقيقة الإسلام. فقلت لنفسي: هل يوجد مكان يعني في عالمنا يعني غير هذا المكان الذي يجتمع إليه بهذا العدد الهائل من الناس لأي غرض، لأي يعني هدف سامي يعني، ويقومون بعمل واحد لله عز وجل واحد من كل فج عميق تماما، يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله تماما. هنالك أماكن كثيرة يجتمعون كثير من الناس، ولكن
أي غرض، نعم. يعني للعب. نعم. تأثرت بها كثيرا. كان آخر دعم يعني الذي شجعني إلى أخذ آخر خط الحمراء، خط الأخير كي أكون مسلما. هو جنتي، هو آية الأكوان، قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن، بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. وصلت إلى النقطة المهمة شيخ أحمد، والخط الأحمر، واقتنعت بالإسلام. حدثني عن دخولك الإسلام وكيف نطقت بالشهادة. هذه لحظات مهمة في حياتك شيخ. نعم. يعني الحمد لله بعدما رأيت هذا المنظر العظيم للحج وما إلى ذلك واقتنعت، لأني كنت خائفا عن النقاط لمستقبلي. نعم. مثلا أولا انتماء إلى الديانة، هذا يعتبر في الإسلام نقطة ضعف في اليابان. نعم. نعم. الخلاصة التي وصلت إليها أن يسلم إنسان ما إلى الإسلام هو ليس عيبا يعني أبدا. نعم. بل أنه أمر جميل وشيك. نعم. لأن كنت أعتقد إذا أسلمت لعلي أضطر نعم. في المستقبل أن أقول للناس عفوا أنا مسلم يعني هكذا. ولأن الالتزام الديني في مجتمع متحرر مثل اليابان يعتبرونه تخلفا وضعفا، ولكنهم لم يعلموا أن الإسلام هو ارتباط حقيقي مع رب هذا الكون. الانتماء إلى الإسلام هو ليس الانتماء إلى جماعة ما، نعم. بل انتماء إلى رب الكون. نعم. نعم. رب العالمين. نعم. فالحمد لله. فهذه الليلة، تلك الليلة صليت ليس بشكل صحيح، لكن على ما شاهدته نعم. في فيلم مالكوم إكس. نعم. يعني فقمت بأول سجدة، فالحمد لله يعني شعرت كأن النور يعني يجري من الله. تحت رجلي إلى قمة رأسي. الله. فبعد ذلك فورا خرجت من منزلي إلى يعني مكالمة دولية، واتصلت بتلك الأخت يعني أسرتها، والدها وأخيها ومن ذلك. نعم. فقررت يعني قلت كلمة شهادة، فطلبت منهم اختيار الاسم. نعم. نعم. وذكروني عدة أسماء، والحمد لله اخترت أحمد. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى، فكل ما أخشى سوء الختام غدا. تخيل مشهد واحد من فيلم مالكوم إكس الأمريكي أثر بشكل مباشر في هداية الشيخ أحمد الياباني. وهذه رسالة إلى أصحاب الأموال: ليكن لكم بصمة في الإعلام، فرب مشهد واحد ينصر الإسلام خير من حفر بئر. أنت اطلعت على معظم الديانات في العالم. نعم. واطلعت على الإسلام. نعم. ما الذي لفت انتباهك نحو الإسلام؟ أكثر شيء الذي انتبهت إليه وشد اهتمامي إليه هو أن الإسلام هو الذي كنت أبحث عنه منذ ما استيقظت نفسي. وبدأت تسألني عن مصيرة الحياة، من أين أتيت وإلى أين أذهب ولماذا أعيش. وكان الدين الذي كنت أبحث عنه هو الدين الذي يؤثر حياتنا البشرية بشكل كامل، 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، وهذا هو الإسلام. بعد نطقه الشهادة كانت حياته كمسلم عادية جدا، إلى أن سمع القرآن الكريم لأول مرة.
الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. أنت الله سبحانه وتعالى هداك وهداك بالقرآن شيخنا الغالي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الإسلام. ما هي الآية التي غيرت حياة الشيخ أحمد؟ كنت أحضر صلاة الجمعة في مسجد كوبي بجانب كيوتو. نعم. فأثناء الخطبة كانت الآية التي ألقاها الشيخ المرحوم بإذن الله الشيخ محمد سلامة من مصر رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الآية هي أول آية قرآنية وأول جملة عربية التي فهمتها دون ترجمة دماغية. الله. يعني التي فهمتها عن قلب الحمد لله. فبكيت وتأثرت بها والحمد لله. نور الهداية زار صدري، هو مبتدأ أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري، وعلى خطاطها مشيت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة مهداة للبشرية جمعاء، وإلى هذا اليوم البشر يدخلون الإسلام بسبب هذا الرحمة المهداة. بعد إسلامه بحث ماينو عن مسلمة يابانية ليتزوج منها، وبنى اليوم أسرة مسلمة تتكون من 5 أولاد. أسماء أبناء يعني أولادي على وزن فعيل وفعيلة. نعم. بدءا من سكينة وحكيم وأمين وكريم وسليمة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك فيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيهم. آمين. وتجدهم دعاة. وأرجو مساعدتكم في تربيتهم. لا نحن معك يعني نريد أن نبعثهم إلى الكويت أو إلى بلد آخر لمكنهم بإذن الله. القرآن. هنالك سببان رئيسيان في موضوع قلة المسلمين في اليابان وجهة نظري، ألا وهو سبب تاريخي وسبب يعود إلى تقصير المسلمين. أما سبب تاريخي فهو كما تعلمون أن الفتوح الإسلامية قد توقفت عند الفلبين ولم تتجاوز عنها، فمع الأسف الشديد لم تصل الإسلام بقوة إلى اليابان. وكذلك ممن أسلم في أهل اليابان كان عددهم قليل جدا غاية القلة. عندما نطلع على الأوائل المسلمين اليابانيين لا نجد، مع الأسف الشديد لا نجد ذريتهم مسلمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الشيخ ماينو غير متفرغ للدعوة، فهو يعمل طوال الأسبوع في شركة للنفط والغاز ليعول أسرته، ومع هذا فهو حريص كل الحرص بدعوة مجتمعه الياباني للإسلام، حيث يفرغ نفسه في العطل الأسبوعية للدروس الجماهيرية وحلقات تحفيظ القرآن وشرح الأربعين النووية، ويقدم العديد من الفعاليات الاجتماعية. فقط مسلمين يحضرون هذه الدروس؟ لا يحضرون غير بعض مسلمين. الحضور غير المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله مهتمين بالإسلام واللغة العربية. نعم نعم. تجد أحد منهم تأثر شيخنا؟ أحد جاءك بعد المحاضرة تكلم معك سألك عن الإسلام؟ هل حدث لك موقف مثل هذا؟ بعض الأسئلة موجودة، ولكن كما قد لاحظتم أن أهل اليابان يعني أهل عاطفي. نعم. كثيرا ما سمعت من إخوة يعني في خارج اليابان. نعم. أنهم يعتقدون أهل اليابان أهل عقل. نعم.
لا يحدث في اليابان تقريبا إطلاقا مثل ما يحدث في الغرب. نعم. يعني بعد استماع محاضرة واحدة يقفون بعض الناس 5 6 أريد أن أسلم أريد نعم. أن أسلم. هذا لا يحدث هنا. نعم نعم. يعني خطواتهم بطيئة جدا. そんな素晴らしい言葉を他の英語ですとか日本語ですとか、もちろん他のさまざまな言葉は素晴らしい言葉です。言語です。みんなどれも素晴らしい言語です。ですが至高のアンラーが最後の啓示、最終啓示を人類へと下す、その言葉として選ばれたそのアラビア語が目の前にそばにあるというのに、他のものに置き換えていいものでしょうか。そんなはずはありません。そんなもったいないことはありません。ですからどうかそれをよく見つめ直してください。共に見つめ直しましょう。私たちが与えられている恵みがなんと大きな恵みであることか、そして共にこの素晴らしい恵みを私たちの近くの人からその輪を広げていきつつ、世界中の人々へ伝えていこうではありませんか。بإذن الله تعالى. نحن في نهاية كل حلقة شيخ أحمد تكون هناك مهمة دعوية لمن هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. نعم. ممن نقابل مثل حضرتك شيخ أحمد. أي نعم. فنحن نقترح عليك لأنني شاهدت اهتمامك في القرآن وتعليم القرآن وترتيل القرآن للأطفال والكبار هنا عندكم في الحي، فأقترح عليك أن تعمل مسابقة. نعم. وتختار السورة أنت للأطفال وتعمل لهم مسابقة بإذن الله وتختار السورة، ونحن نتكفل بإذن الله عز وجل بتوزيع الجوائز على الفائزين. يا سلام. هل أنت موافق؟ موافق على هذا عيني ورأسي. الله يبارك فيك. ولكن تكون شيخنا يعني مهتم اهتماما كبيرا بحفظهم السورة التي تختار بإذن الله، وتكون هذه المهمة على آبائهم أيضا بإذن الله. بارك الله فيك الشيخ. بارك فيك. جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. الله يبارك فيك الشيخ. أريغاتو غوزايماس. ありがとうございます。コルアンは私にとって信仰の泉だと思っています。コルアンに立ち返ることで私の信仰が蘇らせられるといったような意味合いを持っています。بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا، لماذا قلب بعض الناس ميت، لماذا قلب بعض الناس ميت. عتابي أمة